صح. بس خلينا نطلع الاول للتقرير علشان نوري الناس اخر حاجه كانت حاصله للفريق الاسماعيلي هنا قبل ما يسافر. المغادره بتاعت النادي الاسماعيلي وكابتن صابر المنياوي وكابتن حمام ابراهيم وكل الفرقه وهم رايحين الكويت. خلينا نشوف التقرير الصغير ده وارجعوا لنا تاني في الدراويش. دقائق وتبدا رحله النادي الاسماعيلي الى الكويت. معي في هذا اللقاء كابتن صابر المنياوي والمدير الفني النادي الاسماعيلي. مرحبا بك كابتن. ازيك يا شام؟ الحمد لله. يا رب ان شاء الله تكون رحله موفقه. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني بيعتبر زي معسكر نهائي لاستئناف الدوري العام. مش معسكر نهائي ولا حاجه، احنا خارجين. احنا بنصدق بصراحه اي خروج للعيبه عشان يخرجوا من الجو اللي احنا عايشين فيه ده. ملل، تدريبات، مباريات وديه ضعيفه، مباريات وديه قويه. 4 شهور دخلنا في 4 شهور، حرام يعني. فاي حاجه بتيجي انا اللي بكلم الاداره، والاداره بسم الله ما شاء الله جابوا لنا سفيره الكويت دي. فتغيير للعيبه، هو مش استعداد اخير ولا حاجه يعني. طيب كابتن صبري، يعني انا عايز اقول ان انت هتتوج بقى هذه المعسكر بمباراتين مع الزمالك ومباراه اخرى مع تقريبا النصر الكويتي ان شاء الله. مع النصر الكويتي. يعني انت تخيلك للمباراتين دول هيكون عامل ازاي؟ المباراتين في منتهى القوه. انت بتلعب الزمالك اللي انت عارفه، وهو من الانديه الثلاثه في مصر اللي زيك، ومباراه قويه جدا، وهو عايز يثبت وجوده وانا عايز اثبت وجودي. المباراه الثانيه مع فريق من الكويت من الدوري الممتاز، وطبعا بيبقى ليه مشجعين وبيلعب في ملعبه، واخد على جو هناك درجه حراره عاليه جدا لحد دلوقتي، والرطوبه قاسيه جدا. فربنا يسهل ان شاء الله ونعمل ماتشين كويسين ونكسب ان شاء الله. معسكر الكويت ده هيكون خير ختام للاستعداد للدوري العام. والله نتمنى يكون خير ختام، ما يبقاش بدايه فتره اعداد جديده يعني. احمد، انت قلت تصريح امبارح واذيع على كل المواقع ان انت بتطالب رئيس الجمهوريه بعوده الدوري العام. اكيد طبعا، مش انا لوحدي، كل لعيبه مصر. وهو في خطاباته كان دايما يقول عايز الناس تساعدني وعايز الناس تشتغل عشان عجله الانتاج تشتغل، لكن انا شايف ان كل الناس بتشتغل الا احنا. انا مش عارف ليه يعني. كابتن احمد، يعني في النهايه انت السنه اللي فاتت كنت بتلعب جنب نجوم، السنه دي انت بتلعب مع مجموعه لسه جايه لاول مره النادي الاسماعيلي. احساسك بالوضع ده شويه عامل ازاي؟ والله طبعا هو الوضع مختلف كتير جدا عن الموسم اللي فات، لكن ان شاء الله اللعيبه اللي جايه كلها لعيبه كويسه، وان شاء الله يعني عقبال ما ياخدوا على لعب الاسماعيلي واحنا ناخد عليهم ويبقى في تجانس، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه. كابتن احمد خيري لاعب النادي الاسماعيلي، يعني ان شاء الله رحله موفقه. يا رب ان شاء الله، ربنا يسهل باذن الله. انت شايف ان دي خير بقى استعداد لبدايه الدوري العام ان كان في دوري عام يعني؟ والله ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يسهل والدوري يرجع باذن الله يوم 17. وطبعا مسافرين النهارده ان شاء الله، عندنا معسكر اسبوع. انا في ماتشين من جامدين يعني، نادي الزمالك ونادي النصر. اتمنى ان شاء الله الماتشين يبقوا كويسين ونستفاد منهم ان شاء الله. احمد، سمعنا يعني في الايام الاخيره ان انت يعني خلاص تم الاتفاق معاك للتجديد للنادي الاسماعيلي، ما صحه هذا الكلام؟ ربنا يسهل ان شاء الله، في مفاوضات بينه وبين النادي وربنا يسهل ان شاء الله. يعني ما وقعتش لسه على 4 سنين او حاجه؟ لا لغايه دلوقتي ما فيش حاجه، بس ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا نستفاد استفاده كامله من المباراتين هناك، يكونوا خير اعداد وخير ختام لفتره الاعداد واستعداد للدوري الممتاز. اتمنى ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا في المباراتين ونعمل نتيجه كويسه تسعد جماهير النادي الاسماعيلي وتسعد الجاليه المصريه هناك، وخصوصا مباراتنا مع نادي الزمالك تطلع بالمستوى اللي يليق بالفرقتين، وان احنا بنمثل مصر. نتمنى انها تطلع من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه كمان، وده الاهم، انها تطلع مباراه كويسه ان شاء الله.